رمضان كريم، قرب العيد وبلشت التحضيرات وكلنا عم نحضر للمعمول. أنا اخترت أقدم لكم المعمول على طريقتي، تابعوني. رح نحضر سوا كيك على شكل معمولة، وأنا اخترت أحشي هيدا الكيك بالفستق. لهيك اخترت زيد على الباتر كريم اللي بتلاقوا وصفتها بالديسكريبشن بوكس فستق حلبي تقريبا نص كباية. حضرت مسبقا 5 طبقات كيك من نكهة الفانيلا بأحجام مختلفة وقصيت وجهن. ولنحط طبقات الكيك فوق بعض، سقيت أنا كل طبقة بالقطر اللي زدت له شوي موارد ومزهر لأعطيه النكهة الشرقية. وبين كل طبقة وطبقة حطيت كريمة الزبدة بالفستق الحلبي اللي حضرتها أول شي. وهلأ بنحط الكيك بالبراد لحتى يسقع مزبوط. ومن بعد ما ظهرت الكيك حسيت إنه كان عالي، فقررت استغني عن الطبقة الصغيرة. ومنقص الكيك لحتى نعطيه شكل المعمولة. وهلا بنغلف الكيك بكريمة الزبدة، وبننتبه ما نترك أي فراغات وما ننسى نرده على البراد. ولحتى أعطي الكيك شكل المعمولة، جهزت هيدول الأشكال بعجينة السكر وحطيتهم على الكيك. وهلا رشيت نشا على الطاولة ومديت عجينة السكر، غلفت فيها الكيك وحددت كل الزوايا لحتى يطلع عندي الشكل المظبوط. وهلا لحتى نخبز المعمول انا استخدمت الفليم جون لحتى يعطيها وهلا لحتى اخبز المعموله انا استخدمت الفليم جون لحتى اعطيها لون البني المحروق. واكيد المعموله ما بتكمل بدون رشه السكر وشويه فستق حلبي. شو رايكم بالوصفه؟ ناطره كل ارائكم وتعليقاتكم بالكومنت بوكس، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناه اطيب طبخه وتدقوا الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشن عن كل فيديو جديد. كل عيد وانتم بخير ورمضان كريم.